الخصم فجأة غلط غلطة كبيرة في وسط الماتش. أول ما جاك شافها طار من الفرحة وافتكر إن الدور خلص لصالحه، ما كانش يعرف إنه وقع في فخ مرسوم. الموقف كان معقد والكرة السوداء سد الطريق تماما قدام الكرة البيضاء، والضربة كانت شبه مستحيلة، بس جاك ما رفعش الراية البيضاء وفضل يدرس الزوايا مرة واثنين وعشرة. لف حوالين الترابيزة وخد وضع الاستعداد، وفجأة وهو لسه هيضرب وقف ورفع العصاية بهدوء، والخصم قاعد بيشرب شاي بكل برود، والنتيجة 33. يعني لو الكرة دي ما جاتش جاك خسر الدور رسمي. الجمهور حس ان مفيش امل والناس بدأت تقوم تمشي، وفجأة جاك قعد في الارض وبدأ يعمل يوجا. الحكم اتصدم وجاك كمل وعمل نفسه بيعوم في الارض، وبعدها بدأ ينط زي الضفدع. الخصم اتدروخ والناس قعدت تضحك عليه وتتريق. وسط الهيصة دي كلها جاك قام بمنتهى الهدوء، مسك عصايته وفجأة ومن غير تردد جري على الترابيزة ونط في الهواء ونفذ حركة أسطورية منسية اسمها سمكة بتعدي بوابة التنين. الكرة البيضاء لفت ودوران غريب كأن حد سايقها، عدت من السودة ولفت 180 درجة وخبطت كرة المكسب في قلب الشبكة. الصالة كلها سكتت من الذهول، وجاك كسب الماتش، وفي لحظة واحدة اتحول من لاعب عادي لأسطورة السنوكر الحقيقية. كتاب صناعة المحتوى اللي هيغير حياتك في البايو.